يا مساء الفل، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. معاكم عزة سعيد من قناة وصفة حلوة، والنهاردة هنعمل مع بعض البسيسة. يعني كيكة الذرة. كيكة الذرة هي كيكة من الكيكات الدسمة، ولكن بتكون هشة جدا وخفيفة، وطعمها كده فيه لذاذة خطيرة جدا. بجد جربوا الوصفة، بإذن الله تعجبكم جدا. هنعمل صينية بحجم عائلي وب3 بيضات بس، هتاخدي نتيجة فوق الخطيرة. تعالوا نشوف الطريقة والمكونات، ويلا بينا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي الكيكة بتاعتنا. هنعملها بشفشق الخلاط. معانا هنا 3 بيضات ومعاهم رشة من الفانيليا، ولو ما عندكيش فانيليا سائلة تقدري تستبدليها بالبودر. الكوب المعياري ده هنحط فيه 80 جرام من الزيت، ما يعادل تلت كوب، وهنحط كمان 70 جرام من الزبدة أو السمنة. طبعا الافضل للبسيسه هي السمنه، ولكن انا ما كانش عندي سمنه في البيت فاستبدلتها بالزبده، بس سيحتها قبل ما استخدمها انا علشان ازود الطعم واخليه طعمه حلو. لان ما عنديش سمنه بلدي، فحطيت معلقتين من قشطه الحليب. معايا هنا كوبايه فيها 200 ملي من الحليب. الحليب هو اللبن السائل، تمام كده. وهناخد كمان معلقه من الخل اللي هو الابيض العادي، ورشه من الملح، وهنحط كمان كوباية من السكر هنا 200 جرام. لو حابين تكون محلوة اكتر فزودوا السكر براحتكم. كده المواد السائلة كلها حطيناها في شفشق الخلاط. يلا بقى هنضربها، وبعد ما نضربها كويس قوي نحطها على جنب. وتعالوا هنجمع مع بعض المواد الجافة. معايا هنا كوبايتين من دقيق الذرة، وكوباية من الدقيق العادي، وطبعا كل حاجة هكتبها لكم بالكوباية وبالميزان في صندوق الوصف. ومعايا باكو بيكنج باودر، تمام كده. هقلب المقادير الجافة الأول، وبعد كده هنزل عليها بالسوائل اللي أنا ضربتها في الشفشق الخلاط، تمام. هبتدي بقى أدمجها كويس قوي قوي، وبعد كده هكون محضرة الصينية زي ما انتوا شايفين. الصينية دي قالب كبير مقاس 28، وينفع طبعا تحطيها في مقاس أصغر كمان، بس تكون عالية. نزلنا الخليط الكيك زي ما انتم شايفين، بيكون كده معتدل، ولا هو خفيف قوي ولا هو تقيل. وهندخله الفرن على درجة حرارة 180. هيقعد من 30 دقيقة ل 35 دقيقة، يعني حوالي نص ساعة بالكتير قوي. الحقيقة أنا كنت مستعجلة، وما تعملوش نفس الغلطة بتاعتي. طلعتها وهي سخنة من الصينية، كان المفروض إن أنا أستنى عليها لحد ما تهدى خالص. بس أنا عندي بناتي بيحبوا الكيك جدا وهو سخن، بيعشقوا الكيك وهو سخن. زي ما انتم شايفين الدخان طالع منها وهي سخنة. وعايزة اقول لكم كيكة الذرة من الكيكات اللي ينفع تتقطع وهي سخنة وتتاكل وهي سخنة، لان هي بتبقى طعمها حلو قوي وخفيفة وهشة. زي ما انتم شايفين القطعة، بسم الله ما شاء الله، متماسكة وفي نفس الوقت خفيفة جدا جدا. عايزة اقول لكم كان طعمها حلو جدا جدا، لدرجة ان هي في ساعتها اتاكلت كلها. اتمنى تجربوا الوصفة، والمقادير مظبوطة جدا جدا. كنت معاكم عزة سعيد من قناة وصفة حلوة. ما تنسونيش بلايك وشير واشتراك في القناة علشان الفيديو يوصل لكل الناس، واسيبكم على خير، وباي باي.